طريقة البطاطا دي حرفيا غيرت المود بتاعي. صراحة كانت تحفة وجميلة جدا. في ساعة العصاري كده قاعد مستني الكهرباء تيجي بقى بعد ما كانت قطعة، وقمت واخد زر بطاطا مع صوص الكراميل اللي هتشوفوه في الفيديو ده. حاجة كانت تحفة خطيرة جدا. البطاطا يعني بصوا عاملة ازاي يا جماعة، مانجا، دي مانجا مش بطاطا. طيب بصوا بقى، انا بجيب البطاطا بنقعها في مية لمدة ساعتين عشان الطين اللي بيبقى ماسك فيه القشر يطلع. وبعد كده تحت الحنفية مية جارية، واقعد بقى بفرشة انضفها كويس جدا. تمام. وبعدين بقطع الطرفين الاولاني والتاني بتاع كل بطاطاية، وانضف كده لو في حاجة في جسم البطاطا زي ما انتوا شايفين بالمنظر دوت. على قد ما اقدر ان انا احاول ان انا ايه، ما اخليش فيها اي شوائب، واقوم مديها شطفة تانية وبخليها نضيفة فلة زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. خلاص، نظافة البطاطا مهمة جدا جدا، لان القشر ده بيتاكل. بعد ما خلصت عملت ايه بقى؟ انا عايز اكلها مشوية ولكن ما تبقاش ناشفة، وما اكلهاش مسلوقة كأني باكل حاجة مسلوقة. فانا عملتها في الكيس الحراري، وجمعت هنا بين الحاجتين، بين طعم الشواء وبين ان هي تبقى مسلوقه ملحمه مش فاضيه وناشفه لو حطيتها في الفرن. فجبت كيس الحراري اللارج دوت، وحطيت البطاطا رصيتها بحيث ان تكون البطاطا كلها ملامسه للصينيه بتاعتي عشان تتكرمل من تحت. وحطيت حوالي 4 معالق سكر من السكر بتاع الرز ده. خلي بالك من المعلقه بتاعت الرز الكبيره ديت. خلي بالك كل ما تكتري من السكر، كل ما صوص الكراميل اللي هتشوفوه في اخر الفيديو يكتر. صوص كراميل بيتعمل باقل مجهود، هو بيعمل نفسه بنفسه، انت مش هتتعبي فيه خالص. وبعدين قفلت اللوك بقى بتاع الكيس الحراري. واهم شيء ان انا افتح اعمل ثقوب كده في الكيس، عشان مع ارتفاع درجة الحرارة ما ينتفخش وينفجر مني جوه الفرن. ورجعت زودت ميه. الميه دي يا جماعه انا زودتها حوالي بتاع 4 5 مرات، يعني كل تقريبا ربع ساعه زودتها. هي قعدت في الفرن درجه حراره عاليه، 180 درجه 200 درجه، قعدت تقريبا حوالي ساعه ونص. بصوا فتحتها بقت عامله ازاي يا جماعه، طريه ملحمه مش ناشفه زي ما كنت بحطها مثلا في الفرن من جوه. وكمان من تحت متكرمله وطعمها خطير جدا. فعلا الطريقه ديت عجبتني قوي. انا ما كنتش يعني اول مره اعملها في كيس الحرير، انا دايما كنت اعملها في الحله او احطها في الفرن. وده صوص الكراميل اللي عملوا ايه، اللي نزلته البطاطا، العسل بتاع البطاطا مع السكر، عملوا ميكس مع بعض، مع بقى مده التسويه اللي خدت ساعه ونص. فعمل لي صوص كراميل في الفنجان ده هحطه، وتقعدي كده تاخدي لك زر بطاطا تسقسقي بقى في الكراميل ده. بص بفضيه عامل ازاي، طعم بيوديكي في حتة تانية. بأقل الأشياء والله الواحد بيسعد نفسه وبيبسط نفسه. يعني البطاطا دي شيء رائع وجميل ومفيدة جدا وغذائية جدا. شايفين شكلها عامل ازاي، تحفة. مانجا يا جماعة، مانجا.